يا ترى كم مرة اخوك رخم عليك وانت نايم وفتح النور الأوضة وما قفلوش، فطبعا حضرتك كسلت تقوم تقفله ونمت في النور. بعد الفيديو ده مش هتضطر تنام في النور تاني، لأننا هنتكلم عن التو واي وان جانج سويتش أو الديفياتوري أو مفتاح طرف سلم، ده اسمه في السوق. فكرة المفتاح ده انك تقدر تتحكم في الإنارة من مكانين مختلفين. هنفترض ان عندنا سلم زي كده وهنا الإضاءة بتاعته، وحضرتك عاوز تتحكم فيه من فوق ومن تحت، ودي لوحة الكهرباء بتاعتنا. زي ما شرحنا قبل كده ان اللاين او طرف الكهرباء هنوصله على المفتاح، والنيوترال او الطرف البارد على اللمبة. اظن انت دلوقتي بتقول طب والمفتاح التاني ده مش هيروح لللاين؟ بص معايا، هنوصل المفتاحين دول ببعض بسلكتين بنسميهم ترافلر او ربط الديفياتوري، وعشان نتحكم في اللمبة هنروح لها بالراجع بتاعنا، وبكده تضغط على المفتاح ده اللمبة تنور، وتضغط على التاني تقفل، وهكذا. طب ايه علاقة السرير بالسلم؟ هو احنا لو شلنا السلم وحطينا السرير كده وبقى التحكم في الإنارة من مكانين، مش هي نفس التوصيلة؟ طيب انت كواحد محترم شفت الفيديو اللي فات وعملت اشتراك في القناة وفعلت الجرس، بتسأل هو ايه الفرق ما بين المفتاح اللي بيتحكم في الاتجاه الواحد والاتجاهين؟ برافو عليك، سؤال حلو. الفرق في الكونستراكشن الخاص بالمفتاح نفسه. يعني مثلا ده شكل المفتاح اللي بيتحكم في الاتجاهين، ده طرف اللاين والباقي اللي هو الترافلر. والمفتاح العادي بيبقى فيه دول بس، اللاين والراجع. طيب لو عايزين نتحكم في الإنارة من 3 اتجاهات نعمل ايه؟ يبقى عليك وعلى مفتاح الثري واي وان جانج او مفتاح وسط سلم. ده كده التوزيع بتاعنا، وده مفتاح وسط السلم، ودي التوصيلات اللي جايه من لوحه الكهرباء. هنيجي نوصل ما بين المفاتيح بسلكتين اللي هو ربط الديفياتوري زي ما هو واضح قدامنا كده. وعشان نتحكم في اللمبه نروح لها بالراجع بتاعنا، وبكده عند الضغط على اي مفتاح وليكن ده اللمبه تنور، ونضغط على واحد تاني وليكن ده تقفل. طيب هو مفتاح وسط السلم ده ليه كونستراكشن معين؟ زي ما هو واضح قدامنا كده، ودي الاطراف الداخله والخارجه منه. بس كده عزيزي المشاهد، ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لعل وعسى تستفيد من اللي جاي.